السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل 3 افكار لتوزيعات التخرج زي القمر، ان شاء الله يعجبوكم. اول حاجه هنجيب حروف كلمه خريج، وهبدا اثبتها بقطعه من دبل فيس على اي قطعه من الفوم. اي بواقي فوم عندك هتنفع. بعد ما ثبت الحروف كويس هبدا احدد الشكل الخارجي للحرف من بره باي قلم او اي خله سنان. بعد ما حددتهم هبدا افصل كل حرف لوحده عشان اعرف افرغه. يا ريت كل حبايبي اللي بيحبوني وبيتابعوني يدعموني باللايك، جزاكم الله كل الخير. ربنا يا رب يجعله كده في ميزان حسناتكم. خلاص انا كده فرغت كل الحروف بالشكل ده، وقصيت كمان معاهم شكل الكاب الصغير ده، يا رب يكون واضح. انا رسمته مع بعض وبعد كده قصيته من قلب بعض. جبت قطعة من الفوم الابيض، وبعد كده هبدأ اثبت عليها الحروف كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه، وبعد كده هبدأ اثبتها بالشمع. بعد ما ثبتها كلها هبدأ اقص حوالين الحروف واسيب حوالي نص سنتي من كل جنب زي ما انتوا شايفين كده. بقى شكلها تحفة. الافكار كلها سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف، ممكن تعملي افكار حلوة قوي من بواقي الفوم، واصحابك اكيد هيفرحوا بيها ومنظرها شيك وحلو. انا هنا كل اللي عملته اني جبت خلة شيش طاووق وبدأت اثبت الحروف عليها. وهجيب قطعة من الفوم الابيض مقاسها حوالي 3 في 5 سنتي، وهبدأ الفها كده كشكل رسالة، والف عليها جزء من الفوم الذهبي شريطة صغيرة. وبعد كده هثبتها على الخلة، وهبدأ اجيب الشوكولاتة او البونبوني او التوفي اللي انا حباه، وهبدأ اثبته بالطريقة اللي انتوا شايفينها. هتبقى توزيعة شكلها ظريف وبسيطة ومش هتكلف معانا حاجة. هنعمل منها اعداد كبيرة ونفرح اصحابنا، شكلها حلو قوي. هجيب نفس الحروف اللي انا قصيتها في الاول، بس هجيب عليها سنة 2023 وهثبتها على الفوم واقصها بنفس طريقة الحروف اللي انا قصيتها في الاول، واثبتها برضو على الفوم الابيض زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنبدأ نستغلها في فكرة تانية حلوة قوي، قمر في منتهى الشياكة. هجيب قطعة من الكرتون هتكون اكبر شوية من الجزء اللي انا قصاه زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اجيب قطعة من ورق الكانسون الاسود هتكون اكبر من الجناب بحوالي 2 سنتي من كل جنب. هثبت الدبل فيس على ظهر الكرتونة وهبدأ اثبتها على الكانسون. ممكن في الخطوة دي تستخدمي الغيرة مع الدبل فيس عشان ما يفكش، هيبقى اجمد شوية. بعد كده هبدأ اقص الزوايا من الجناب، وهثبت دبل فيس على الظهر من ال4 جناب. وبعد كده هبدأ اقفل الزوايا كلها زي ما انتوا شايفين. بقت معايا بالشكل ده. ثبت الدبل فيس من الظهر بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده هبدأ اقص جزء من ورق الكانتون بس على مقاس الكرتونة بالظبط كده. خلاص غلفتها، شكلها بقى تحفة. هبدأ اثبت عليها الحروف. قصيت قطعة من الدبل فيس ولزقته في ظهر الحروف، هبدأ اثبتها. بقت معايا بالشكل الجميل ده. دي كرتونة سماعة كانت عندي تقيلة كده وجامدة، هعملها قاعدة الفكرة اللي انا بعملها. هثبت الدبل فيس على العلبة وهبدأ اقص الزوايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. هقص زاويتين من هنا وزاويتين من الجنب التاني. هبدأ اشيل الدبل فيس من الجناب واقفل العلبة بالشكل ده. ولو مش متوفر عندك علبة السماعة دي ممكن تعمليها بقطعة من الكرتون. هتقصي قطعة من الكرتون مقاسها حوالي 5 في 10 وتقفليها مستطيل عادي. قصيت جزء على مقاس الكرتونة بالظبط عشان اقفل القاعدة. قفلته بالشكل ده، بقت معايا القاعدة بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده هجيب برقم 2023 وهبدأ اثبته كده بالدبل فيس على الكرتونة من فوق. وممكن تكتبي اسم البنوتة صاحبتك وتثبتيها على العلبة في الجزء اللي من قدام.
اهو هتسيبيها زي ما هي كده، شكلها يبقى تحفة. بعد ما نثبتها في قلب بعض هتبقى حلوة قوي، حاجة للذكرى كده، ممكن تتصور بيها يوم التخرج، شكلها تحفة. مكتوب عليها خريج 2023. زي ما اتفقنا لو حابة تكتبي اسم البنوتة هتكتبيه وتثبتيه عليها من قدام. الفكرة رقيقة وبسيطة، والفكرة اللي جاية احلى واحلى. تابعوني وما تنسونيش في اللايك. اخدنا نفس الحروف اللي احنا مثبتينها في الشطاووق، بس كتبنا 2023 بشكل تاني وقصيناها بنفس الطريقة. بعد كده قصينا رسالة وعليها فيونكة بالشكل اللي انتوا شايفينه، وقصينا معاها نجمة. وجبت قطعة من الفوم الابيض مقاسها حوالي 3×5. هبدأ اثبتها بالشمع على قصاية الشيش طاووق، وعملت نفس الفكرة في بقية العصيان، لفيت نفس الرول ده. انا جبت البرطمان ده، هجيبي اي برطمان عندك فاضي ممكن تستخدميه، اي برطمان صلصة موجود عندك. وجبت قطعة من الفوم الابيض على مقاس الجزء الصغير اللي من تحت، وبدأت اثبته بالشمع بالشكل اللي انتوا شايفينه. بقى معايا بالشكل ده. بعد كده هجيب جزء من شريط التزيين ده، اي شريط تزيين عندك ممكن تستخدميه. هبدأ الفه كده من فوق، ممكن تستكفي بالجزء ده هيبقى معاك بالشكل الجميل ده، او ممكن تثبتي شريط تاني في الجزء اللي من تحت. انا هثبت جزء تاني. وممكن تستخدمي الجليتر، يعني لو مش حابة تستخدمي الفوم والشريط التزيين تستخدمي الجليتر. هتحطي حبة غيرة وبعد كده هترش عليه جليتر، هيثبت يبقى شكله حلو. بقى معايا بالشكل الجميل ده. بعد كده انا عندي الدايرة دي كنت قصاها ومثبتاها على جزء من الستيكر. كل الصور اللي انتوا هتشوفوها في الفيديو او الرسومات ان شاء الله هنزلها لكم على صفحة الفيسبوك. هبدأ اثبتها كده بحبة من الشمع، وبعد كده هبدأ اجيب الاجزاء اللي انا قصيتها 2023 وكلمة خريج والنجمة والرسالة. هبدأ كده احط عليهم شمع واثبتهم في البرطمان زي ما انتوا شايفين. بقوا معايا خلاص بالشكل الجميل ده. بعد كده جبت القصاقيس الذهبي وشوكولاتة ودخلتها كده في قلب البرطمان، شكله بقى تحفة. بس عشان البرطمان عندي بقه صغير، يعني لو بقه واسع شوية هيبقى افضل، هتبقى العيدان مرتاحة فيه. فلو هتعملوا الفكرة حاولوا توسعوا، يعني تختاروا برطمان يكون بقه واسع من فوق شوية. بس الفكرة جميلة وبسيطة وتحفة ورقيقة وشيك. واللي عجبني في الفيديو ده ان نفس الكلمات ونفس الارقام عرفت اطلع منها كذا فكرة كذا شكل. دي حاجة حلوة قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلبكم وتكون الافكار حلوة وبسيطة. ما تنسوش تدعموني باللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.